بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عام وانتم بخير. حبيت اعمل لكم بقى المعمول، انا عاملاه قريب على القناه، وحبيت اعمله بقى بكيلو واحد طحين. عشان اللي عايز يعمل كيلو، الكيلو بسم الله ما شاء الله هيعمل لكم يجي 3 كيلو من المعمول بنفس المكون اللي انا عاملاه. لان بياخد سمنه، بياخد كوب سكر، بياخد تمر. فبيعمل لما بتعملوا الكيلو الطحين بتيجوا توزنوا المعمول بعد ما يتعمل بيطلع لكم 3 كيلو. فعملنا كيلو معمول بسم الله ما شاء الله مظبوط جدا جدا، المكونات مظبوطة 100%. اعملوه يا بنات. ده محلب المطحونة هون، واللي مش مطحون دي قرفة وهيل. هنحط في العجينة محلب وشوية هيل صغيرين لان انا بحب نكهة الهيل قوي. هنا كستان اهي سمنة، كستان بيجوا نص كيلو ومعلقتين. بيجوا نص كيلو، الكستان بيجوا نص كيلو، وحط يعني دول بالميزان 500 زي الكحك بالظبط، زي المكون اللي انا عاملاه في الكحك. 550 جرام من السمنة. سمنة بلدي، السمنة الفرم دي بلدي على عادي. حطوا بقى لو عندكم سمنة بلدي فلاحي حطوا النص والنص زي ما انتوا حابين، بس هو بالسمنة النظيفة بيبقى ريحته حلوه وبيبقى جميل قوي. المعمول بالاخص ما يتعملش الا بسمنه كويسه. هنا حطيت السمنه، حطيت محلب، حطيت شويه فانيليا، وحطينا السمنه. احط بقى معلقتين كمان سمنه وهنضرب. هنا كوبايتين بمقد الشاي ومعلقتين بتاع الطعام، معلقتين وكوبايتين سمنة. المقدار مظبوط 100% يا بنات، مقدار بسيط وحاجات ما تتوهوش فيها وحاجات جميلة جدا جدا. مسكناه بالمضرب كده او بايدينا او باي حاجة، او مضرب يدوي اي حاجة. بنرب السكر حلو قوي مع السمنة زي ما انتم شايفين كده. بنخليه هشش شوية، السمنة هشة شوية كده، ونحط بقى الدقيق عليه ان شاء الله. هنحط تاني كده. الاول هندخل الدقيق. هحط على الدقيق يا بنات. في ناس ما بتحطش خميرة ولا بيكنج باودر. هو المعمول ما بتحطلوش خميرة، بس بتحط بيكنج باودر شوية عشان يبقى نافش وهشش وحلو كده. في ناس ما بتحطش، عارفين ليه؟ عشان النقشة تفضل. بس انا عندي النقشة بسم الله ما شاء الله طالعة مظبوطة وجميلة جدا. انا حاطة نص معلقة، بقول كوباية، نص معلقة بيكنج باودر بتاعة الشاي اهي يا بنات، نص معلقة. وممكن تقللوا عن كده كمان لو عايزين شوية على طرف المعلقة، بس لو انتوا عايزين النقشة. بس هي البيكنج باودر بيخليها شو حلو. هنا حطيت محلب وهيل. حطيت محلب، معلقة محلب، وشوية هيل برضو نص معلقة كده. بحب اني نكهة المحلب والهيل بحبهم. وهنمسكوا نبسوا قوي، حلو قوي قوي في البس يا بنات. الفيديو جميل اهو، مش مسرح وواضح جدا جدا. وزي ما قلت لكم كيلو طحين. انا حشت نص كوبايه، نص كوب دقيق، وحطيت نص كوب سميد. يعني الكيلو كيلو، ما حطيتش السميد زياده، لا الكيلو كيلو زي ما هو. عشان الحاجه دي بتبقى عايزه المقدار مظبوط بالظبط. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير. هنا كنت نسيت أحط الحليب البودر، 3 معالق حليب بودر. وهنلم بقى بمية، يعني مش هنحط حليب تاني ولا أي حاجة. هنا أنا ببس كده بس، بقلب وبقلب قوي. ما تخافوش من التقليب قوي قبل ما تحطوا المية. طول ما في السمنة بس والدقيق قلبوا بس براحتكم، ونعموا ودخلوا السمنه في الدقيق حلو، ما تخافوش كده. عارفين انا هعمل ايه بقى؟ هحط بقى؟ دي مبسوسه بس بقى ناعم وجميل خلاص. ولا تلاجة ولا ندخل تلاجة ولا اي حاجه خالص. كل اللي هيدخلوا التلاجة هنا هنحط الميه عشان ما نتوهش من بعض. هنا حطيت كوب ميه، هو ما خدش الا كوب الميه، ورجعت حطيت يجي معلقه ميه تاني. قلبت فيها الملح ما نحطوش على الدقيق كده لان ما بيدوبش.
مهما كان ناعم ما بيدوبش. هنا انا بقى ما بعجنش بقى. شوفوا انا بدخل الميه بس عشان العجينه تبقى ناعمه معانا وما يبقاش فيها عرق وتشد. عايزينها بتقطع خالص كده. عجينه الكحك والمعمول تبقى بتقطع كده ما هيش فيها عرق. انا بدخل الميه بس. عملت لكم كيلو، هيعمل لكم 3 كيلو من المعمول. بعد ما يستووا كده هتلقوهم 3 كيلو. ده الملح اهو يا بنات، عشان دوبته كده بقى في معلقه ميه كده وحطيته اهو. هنا زي ما قلت لكم لما بنحط الميه ما بنعجنش، بنلم العجين، بندخل الميه في الدقيق. بندخل الميه فيه بس كله زي بعضه، ياخد من بعضه كده وخلاص. هنا بقى هعمل ايه؟ انا بصراحه راح اصلي التراويح وقلت ايه انزل لكم الفيديو بقى ايه قبل ما اروح التراويح. هنعمل ايه بقى كده؟ العجينه بتقطع اهي زي ما انتم شايفين، مش عايزين فيها عرق. الوقت انا هدخلها التلاجة امتى؟ لغايه ما اعمل التمر بس. ولو الجو برد وسبتها بره عادي، مالوش لازمه ابدا يعني خالص، لا نحط ولا نجمد ونرجع نفك، وكل ده كلام مالوش اي لازمه. واعملوه بالطريقه اللي انا عاملاها فيها دي وشوفوا هيبقى ناجح معاكم ان شاء الله 100% ولا لا. هنا بقى انا حطيتها في التلاجة الايه لغايه ما اعجن التمر بس، واشتغلت على طول. والله انا كنت بطبخ وفي نفس الوقت شغاله في المعمول وانا واقفه. بس بصراحة رجلي وجعتني عشان انا واقفة على الترابيزة وبعمل شوية وارجع تاني. لا اولع الفرن احط، كنت عاملة سمك ورجعت غسلت الرز ولعت عليه ورجعت عملت سلطة، كل ده وانا شغالة. هنا معلقة واحدة سمنة برضو مع ايه مع التمر. واحط في التمر بقى ايه شوية محلب برضو زي ما انتم شايفين، نص معلقة. واحط ايه قرفة وهيل، انا بحب الهيل بس. شوفوا زودت في الهيل ازاي، حاطه نص محلب ونص قرفه وواحده هيل. ودول بقى شويه عين جمل كانوا باقيين من ايه من الكحك. عايزين تحطوا سمسم حطوا، فول سوداني تكسروا كده وتحطوه، والسمسم بيبقى جميل. اي مكسرات اي حاجه تحطوها مع التمر هتبقى حلوه. اي نوع مكسرات دقوه بس تكسروه شويه يبقى باين برضو في المعموله كده. ونمسكه نكوره كله كده زي ما انتم شايفين يا بنات الاول عشان نسعف يعني واحنا بنعمل. انا والله عملت زي ما قلت لكم المعمول وانا بطبخ، يعني عملته وانا شغاله في الطبيخ. والفرن والع، والصينيه اللي كنت بخلصها بدخلها الفرن. انا بوريكم تقدروا تعملوا باي حاجه من دول. اي حاجه منهم انا عملت بصراحه باللي هي اللي هي البتاع دي، اللي هي البامب دي، اللي هي بتاع المعمول دي. بنمسك نكور. انا بكور، انا عملت معاكم بس في الاول كده، لكن انا بمسك اكور الصاج كله بعمله زي ما انا عملت دي كده، وبعدين بنقشه. بحط بقى بمسكه احطه ما بنقشهاش، بس انا قلت اعمل معاكم يعني واحده وكده. اعمل معاكم الاول ايه. انا عملت كام كده واحده معاكم وبعدين ايه رجعت كملت الصاج بقى وسبته بقى بيجف شويه، فالنقشه بتبقى بارزه اكتر. عارفين يعني بنمسكه نكور كده ونرص بقى الصاج كله نكمل الصاج. بس انا بعمل معاكم ممكن لو لقيتوه بلزق عفروه دقيق، لو لقيتوه بلزق عفروه من الدقيق، ما لقيتوش بلزق خلاص. ده هعمل كمان واحدة معاكم وبعدين هعمل مع نفسي بقى عشان انا شغالة لوحدي وكان ورايا شغل تاني برضو في البيت. بس انا حبيت اعمل لكم المعمول قبل، يعني انا رايحة في مكان كده. ادعوا لنا نروح ونجيب الف سلامة. كل سنة وانتم طيبين وربنا يعودها يا رب، وتقبل مننا صيامنا وقيامنا يا رب، وتقبل مننا كل شيء يا رب. اللهم امين. ده زي ما قلت لكم بقى، الصينية اللي بتخلص بدخلها الفرن، اللي انا بشكلها بدخلها الفرن. بطلع واحدة وادخل واحدة زي ما انتم شايفين كده، ومستوي جميل ومستوي. بحطه بقى على الشبكة في النص وزي